واحدة من أقوى عمليات الجاسوسية وثعلب المخابرات المصري الفنان سمير الإسكندراني الله يرحمه. أهلا بيكم ببرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. تعالوا نبتدي الحكاية من الأول خالص. في حي الغورية سنة 1938 اتولد سمير فؤاد الإسكندراني. والده كان تاجر موبيليا محب للفن وصاحب مزاج، كان صديق للشعراء والملحنين زي زكريا أحمد وأحمد رامي وعمنا بيرم التونسي. كان بيحب يقعد معاهم ويسمعوا مزيكا ويغنوا فوق سطوح بيتهم كده، وده اللي خلى سمير يعشق المزيكا والغنى. واتنقلت عيلة سمير الإسكندراني من حي الغورية لشارع عبد العزيز اللي كان مليان بالجاليات الأجنبية الإيطالية واليونانية والإنجليزية، وابتدى يتعرف عليهم ويسهروا مع بعض في أمسيات غنى، فبقى متعدد الثقافات. كبر سمير الإسكندراني والفن بقى بيجري في دمه، فدخل كلية الفنون الجميلة، وحبه للغنى بيكبر كل يوم عن التاني. وبجانب حبه للفن كان بيحب يتعلم اللغات كمان، وابتدى يتعلم اللغة الإيطالية في مدرسة لتعليم الأجانب، وهناك اتعرف على بنت إيطالية اسمها يولاندا. الصراحة بسبب حبه للبنت الإيطالية بقى نبغى في اللغة الإيطالي كأنه ابن إيطاليا، ونجح إنه ياخد منحة دراسية في إيطاليا شوية ورجع على مصر. فعرف إن يولاندا البنت اللي بيحبها رجعت لحبيبها القديم وسافروا على أوروبا علشان يتجوزوا، وطبعا كانت صدمة كبيرة ليه في الوقت ده. وبسبب تفوق الإسكندراني دعاه المستشار الإيطالي المنحة في إيطاليا، فكانت فرصة أو يكمل تعليمه ويحاول ينسى صدمته في حبيبته. وفعلا سافر على إيطاليا سنة 1958 وتحديدا في مدينة بيروجيا. في الوقت ده كان في 20 تقريبا من عمره. بصراحة كان مصري مختلف عن المصريين والعرب عموما. هناك كان شاب متحرر ومنطلق بيحب الرقص والغنى ويرسم بورتريهات في الشوارع وبيتقن 5 لغات إجادة كاملة. ولكن إيطاليا وقتها كانت زي أغلب دول أوروبا مسرح لعمليات مخابرات دول كتير، فطبعا بشخصية زي شخصية سمير الإسكندراني كان لافت نظر صيادين أجهزة المخابرات. المهم سمير كان بيغني في حفلات الجامعة والجاليات المختلفة، وبيعمل ديكور كمان للحفلات دي. وفي حفلة منهم اتعرف على شاب اسمه سليم، أكبر منه بحوالي 10-12 سنة كده. الشاب ده كان الكل منبهر بذكائه وكان ليه طلة وكاريزما كده، إنما إيه تشد أي حد إنه يتعرف عليه، غير إنه كان بيتقن كذا لغة ومنهم العربية. هو وسمير ضربوا صحوبية مع بعض. كان سليم مفهمه إنه مصري وعامل فيها بقى ابن بلد، وكان بيقول له إفيهات بالمصري وأمثال شعبية. لكن بصراحة كان في حاجة جوه سمير كده مخليه مش مرتاح ليه قوي، لأنه اكتشف كده شوية تناقضات في كلامه وأفعاله، وعرف إن معاه جواز سفر أمريكي وشوية إنجليزي، غير اختفائه فجأة وظهوره فجأة، وغير كمان الفلوس الكتير اللي كان بيصرفها. فكان سمير حذر شوية في التعامل معاه، وفي نفس الوقت كان عايز يعرف آخرته إيه بالظبط. فألف قصة كده عليه، قال له إن جده كان يهودي وأسلم واتجوز جدته، ووالده اتجوز يونانية اللي هي مامته، وإنه شخصيا كده أقرب لجذوره اليهودية. وسليم وقع في فخ الثعلب المصري وقال له باندفاع: تصدق أنا كنت حاسس بكده، ده أنا كمان يهودي. مع الوقت سليم عرفه على شخص تاني اسمه جوناثان شميت على إنه رجل أعمال ألماني، ولكن الحقيقة إنه واحد من ضباط الموساد. ولكن سمير الإسكندراني كان شاكك طبعا إنهم يهود. ولما جوناثان سألوا عن رأيه في جمال عبد الناصر عاش بقى في الدور زيادة، وابتدى يعلي عليهم ويقول لهم إنه كاره النظام المصري اللي جمال عبد الناصر وقد إيه الحياة قمعية في مصر، وعلشان كده سافر إيطاليا مع شوية تحابيش كده إنه انتهازي وبيعشق الفلوس لزوم الحبكة يعني. جوناثان أعجب قوي قوي بسمير الإسكندراني وكان شايفه صيدة هايلة، فعرض عليه إنه يشتغل لصالح منظمة البحر المتوسط المناهضة للشيوعية والاستعمار، واللي كان هدفها وقف انتشار النظام الشيوعي اللي ابتدى يظهر في الشرق الأوسط، وكمان هدفها رجوع أموال اليهود اللي اغتصبتها حكومة مصر من اليهود اللي هاجروا بعد حرب 56، وده مقابل راتب شهري ثابت ومكافآت متغيرة. وسمير الإسكندراني وافق كده لغاية ما يشوف آخرهم إيه، وفعلا دربوه على الكتابة بالحبر السري وجمع المعلومات العسكرية، وطلب جوناثان منه إنه يتطوع في الجيش كمان علشان يقدر يجيب معلومات عسكرية مهمة. المهم سامي أخو سمير الإسكندراني الوحيد قرر يزوره في إيطاليا، واستقبله طبعا سمير في بيته، وطبعا لأنه بيثق فيه جدا حكاله على اللي حصل له ومقابلته لسليم والضابط الموساد جوناثان. فنصحوا سامي انه لازم ينزل على مصر بسرعه ويروح على المخابرات المصريه ويحكي لهم اللي حصل، لانه حقيقي كده فعلا خطر عليه. ورجع فعلا على مصر. اول ما باباه شافه استغرب جدا وحكى له برضه على اللي حصل في ايطاليا، وقال له بص
في صديق ليا اشترى مني موبيليا وهو شغال في المخابرات، ايه رايك تكلمه وتقول له اللي حصل؟ وفعلا سمير الاسكندراني اتصل بيه وعرفه على نفسه وحكى له الخطوط العريضه. الضابط في الاول افتكر ان الموضوع يعني مش خطير يعني، ولكن طلب انه يقابله علشان يعرف الموضوع بالتفصيل. وفعلا قابله، وكان في ضابط تاني معاه يقال انه الضابط رفعت جبريل. وقتها سمير قال له ان الكلام اللي هيقوله ممكن يكون فيه رقبته، علشان كده مش هيتكلم الا في حضور الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا. طبعا الاتنين ضباط مخابرات استغربوا جدا، عايز يقابل رئيس الجمهوريه مره واحده؟ المهم حاولوا معاه يمين شمال انه يتكلم، وسمير الاسكندراني رافض تماما. قالوا له عموما لما تحب تتكلم احنا موجودين في اي وقت، وسلم عليهم ومشي. فضل شهر ونص يحاول يروح قصر الرئاسه علشان يقابل الرئيس جمال عبد الناصر ومعرفش ابدا يوصل له. وفي فتره الشهر ونص ما حاولش يتصل نهائي بالمخابرات الاسرائيليه، لغايه في يوم جاله تليفون من المخابرات المصريه وطلبوا يتكلموا معاه شويه، وبعدين اخدوه وراحوا فيلا كده بسيطه في مصر الجديده، وكان معاهم رئيس المخابرات وقتها صلاح نصر. اتفاجئ سمير ان الفيلا دي كانت فيلا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واستقبلهم الرئيس. فطبعا سمير الاسكندراني الشاب الصغير ما كانش مصدق نفسه من المفاجاه. المهم سمير حكاله على كل اللي تعرض له في ايطاليا وكل حاجه حصلت، من مقابله الضباط الموساد لتدريبه لطلباتهم منه. طمنه جمال عبد الناصر وادى الاشاره لصلاح نصر اللي هو طبعا رئيس المخابرات انه يتحرك بسرعه. وكانت خطه المخابرات وقتها ان سمير الاسكندراني يستمر ويجاري ضباط الموساد، واتدرب تدريب تاني بس على ايد المخابرات المصريه، ازاي يتحكم في انفعالاته وازاي ينقل المعلومات اللي طبعا المخابرات المصريه هيمدوه بيها، وازاي من الاخر يقدر يمثل عليهم وما يتكشفش. وبصراحه قضى سمير الاسكندراني فتره التدريب بمنتهى البراعه، ومواهبه بقى كلها ظهرت فيها. وابتدى يتصل تاني بالموساد وبعت لهم جواب زي ما اتدرب معاهم، وقال لهم ان اشتغل في القسم الايطالي بالاذاعه، وانه اتاخر عليهم علشان كان في مشاكل مع اسرته، وانه يعني تعب شويه. وبلغهم ان معاه معلومات مهمه طبعا علشان يلعب كده على فضولهم. وفعلا بعت معلومات صحيحه ولكن تقليديه علشان ما يشكوش فيه. وشويه الموساد بيبعتوا له رسائل اكتر علشان ياخدوا معلومات تانية. وقتها بعت سمير الاسكندراني شكوى ليهم ان الفلوس قليله، وفي نفس الوقت بقى بيبعت ليهم معلومات وصور مهمه اكتر. وطبعا الموساد بلع الطعم وابتدوا يبعتوا فلوس ليه بالبريد، طبعا ده من جوه مصر، حوالي 3000 دولار متقسمه على كذا ظرف. وده كشف قوي ان مصر كان فيها شبكه من العملاء بتتحرك بحريه في البلد، فكان لازم الشبكه دي تقع باي طريقه. فكمل سمير الخطه وتواصل مع الضابط الاسرائيلي جوناثان وقال له ان معاه افلام مصوره مهمه جدا وعايز يبعتها له، ولكن قلقان ان الحاجات دي تقع في ايد الجمارك او الرقابه. وهنا جوناثان اداله رقم بريد في اسكندريه وطلب من سمير ان يبعت له الافلام دي، وابتدت تتكشف الشبكه واحده واحده. للاسف كانت اكبر شبكه تجسس عرفها التاريخ، ومعظمها من الاجانب اللي عايشين هنا في مصر وبيشتغلوا فيها. المهم في عمليه من العمليات اتواصل سمير الاسكندراني مع جوناثان تاني واقنعه انه لازم يبعت واحد من اخطر ضباط المخابرات الاسرائيلي للقاهره، وهو اسمه مويس جواد وارد، لأهمية المعلومات اللي معاه. ووصل فعلا للقاهرة متخفي، وطبعا المخابرات المصرية كانت مراقبة زي ضله، لغاية ما المراقبة كشفت انه بيتعامل مع واحد بيشتغل في فندق ودبلوماسي في سفارة أوروبية لجذور يهودية، وكان بينقل معلومات كتير عن طريق شنطته الدبلوماسية بره مصر. والمخابرات المصرية قبضت على ضابط المخابرات الإسرائيلي مويس طبعا في تكتم شديد جدا، وخلوه يبعت رسائل زي ما هو بيعمل للموساد، لغاية ما الشبكة كلها اتكشفت واتقبض عليهم. وكانت فضيحة كبيرة لدرجة ان اقيل رئيس المخابرات الاسرائيلية وقتها هاركابي بعد ما الموساد اكتشف ان سمير الاسكندراني كان شغال مع المخابرات المصرية، وكانت ضربة قوية الصراحة. فقرروا ينتقموا منه وكانوا هيغتالوا اخوه الوحيد سامي في ايطاليا، ولكن المخابرات المصرية سبقت وجابته بسرعة على مصر قبل القبض على الشبكة. على الهامش كده، من اخطر العمليات اللي كانت هتتعمل عن طريق الشبكة اللي اتكشفت وقتها هي محاولة اغتيال المشير عبد الحكيم عامر، والاخطر محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن طريق وضع سم ليه من خلال شيف يوناني تم تجنيده من الموساد، وغيرها من العمليات اللي طبعا فشلت الحمد لله. لكن ما كانش الهدف ان يتم وقوع عدد من الجواسيس وكشف شبكة خطيرة جوه مصر وبس، لا، كان في اهداف تانية لا تقل اهمية، زي ان المخابرات اتعرفت على طرق الموساد لتشغيل العملاء وكشف وسائل الاتصال بالخارج ونوايا الموساد المستقبلية.
والوصول لمصادر تمويل العمليات السرية اللي قامت بيها الموساد جوه البلد. وكل ده تم عن طريق نجاح المخابرات المصرية في زرع الثقة في البطل سمير الإسكندراني. البطل والفنان سمير الإسكندراني بعد بطولته مع المخابرات المصرية اتجه للغنى، وكان من أشهر الفنانين المصريين المتميزين جدا اللي كان فعلا مش شبه حد. عمل أغاني كتير وطنية وعاطفية وفلكلورية كمان، وفعلا كان ليه قبول وحب غير عادي من شعب مصر. اتكرم البطل سمير الإسكندراني في محافل كتير بسبب مجهوداته وبطولاته مع المخابرات المصرية، وتوفى في 13 أغسطس سنة 2020 عن عمر 82 سنة تقريبا. ودي كانت قصة بطل مصري اختار انه يكون بطل. رحم الله الفنان الوطني سمير الإسكندراني، رحم الله أبطال الوطن في كل زمان ومكان. كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عين.